إيه اللي بيحصل أثناء الصلاة يخلي عندنا يقين دائم إن ربنا معانا أثناء الموقف وأثناء المشاكل اللي ممكن تجيلنا في حياتنا في أي وقت. في حاجة بتحصل في الصلاة اسمها تثبت ويقين وتسليم. أول ما بسلم أصلا إن ربنا موجود وبدخل في حالة التسليم، بيبتدي جسمي يعمل حاجة اسمها قشعريرة. مش عارفة انتوا بتحسوا بيها ولا لأ، بس هو اللي بيحس بيها بيبقى في مرحلة خشوع، اللي هو كل أعضاء الجسد والخلايا ابتدت انها تسلم وتسيستم نفسها ان في قدرات غير موجودة، أسفة غير مرئية، ممكن انها تحاول انها تسيطر علينا، او زي ما تقول انها تكون بتغمرنا اثناء الوقوف ما بين ايدين ربنا. اصلا الموضوع بتاع الصلاة ده له تأثير اكبر على الجسد والروح والنفس، ملوش تأثير على المشاكل. لكن الطمأنينة اللي بتحصل بعد الصلاة هي دي الطمأنينة اللي بتأثر علينا احنا كأشخاص بعد الصلاة، فبتدينا نوع من انواع الامل وبتدينا نوع من انواع الطمأنينة اللامحدودة، علشان في الوقت ده نعرف ان ربنا موجود ومش سايبنا. مشاكل بتدينا نوع من انواع الثبات والعزيمة على الامر. ده معناته ان وقت ما المشكلة بتحصل بيبقى فيه استمرارية في الصلاة، استمرارية في الخشوع، استمرارية في التسليم، استمرارية في الطمأنينة. ده لو في اشخاص ما بتصليش اول ما بيبتدي المشكلة تيجي، او حتى مشكلة في الشغل حصلت جديدة وانا مش ثابت على الصلاة، مش منتظم، او حتى ما بصليش هي على فكرة ما تفرقش حاجة خالص بالنسبة لي. ولكن هنا بيبتدي الشخص يحس بسرعة بالخوف، لان مفيش حاجة تسنده، مفيش حاجة تطمنه ولا تقويه. لمرحلة التسليم دخل فيها ان في قدرة اعلى من قدرته، اعلى من حدود العقل البشري، قادرة انها تسيطر عليه وتغمره بالطمأنينة. طلع بالذات ان احنا ندخل في مرحلة التسليم، ان هو خلاص بقى انا عارف ان في مرحلة كبيرة اكبر مني، قادرة فعلا انها تنقلني نقلة نوعية انا ممكن اكون مش مدركها. وهو ده اللي بيحصل اثناء حل المشكلة، ان احنا ممكن نقول ايه ده، هي اتحلت ازاي ربنا قادر ان هو يفتح لي الباب ده، او اداني مفتاح لحل المشكلة بالطريقة دي. هنا بقى دي الطمأنينة. فباختصار كده، الصلاة بالخشوع بالتسليم بتاعها بتخليني عاملة زي الشجرة اللي جذورها قوية جدا ومتينة. من غير الصلاة مش هيبقى عندي لا جذور، ولا جذور متينة، ولا جذور قوية. اي مشكلة اللي هي شوية هوا خفاف جدا قادرين يأثروا عليا. فالصلاة بتثبتني، بتقويني، وبتقوي علاقتي بربنا، بتديني نوع من انواع التسليم اللي ممكن زي ما قلت قدرتي البشرية ما تقدرش انها تجيبه او تتجاوزه. هنا بقى ربنا بيبتدي ان هو يديلنا المفاتيح في حل المشاكل بتاعتنا، وهي دي بتبقى الطمأنينة. وما ننساش برضو ان سيدنا ابراهيم راح طلب من ربنا الطمأنينة، وهو بيقول له ربي أرني كيف تحيي الموت. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له أولم تؤمن، هو أنت مش مؤمن بيا؟ فسيدنا إبراهيم رد عليه قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا مؤمن ومسلم، ولكن أنا عاوز أطمن. خدوا بالكم كمان، مهما تعددت الطمأنينة من البشر قادرين في أي لحظة إنهم يخذلونا ويبعدوا عنا ويتخلوا عنا في أي موقف. أثار الطمأنينة بقى علينا بعد طبعا ما نكون خدناها من الصلاة وتعمقنا فيها. بعد الصلاة الطمأنينة مش هتظهر على البني آدم إلا لما يحصل له مشكلة. هي طبعا الطمأنينة ممكن تبقى في حياتنا كلنا، بس مش هتبان اكتر ولا هتتغلغل كده الا لما نكون عندنا مشكلة، ويبقى قبلها عندنا شهرين كاملين من الانتظام في الصلاة. مش امشي على سطر واسيب سطر، او امشي على 10 سطور واسيب سطر. خلينا مثبتين اوتادنا دايما وجذورنا
بالصلاة، لان هي دي الحاجة الوحيدة اللي قادرة تنقذنا وتخرجنا من مرحلة العجز البشري لمرحلة الشحن من المصدر الالهي بتاع الكون كله، طبعا اللي الكون كله ما يقدرش يستغنى عنه. يبقى اثر الطمأنينة بتخلينا اول حاجة ثابتين على الصلاة، كمان بتهدينا ليها، اللي هو ايه، انا رايح في عز المشكلة، في عز ما انا مش قادر اقف على رجلي، وعارف ومتيقن ان انا وانا رايح هيبقى فيه هداية فيما بعد. رقم 2، ضبط النفس واخراج النفس من حالة العجز البشري لحالة القدرة اللامحدودة الالهية. 3، الشحن الدائم من مصدر الطاقة الوحيد على الكون اللي قادر يخرجني من مرحلة الخوف لمرحلة الطمأنينة ومرحلة السلام النفسي اللي هيحصل بعد الصلاة. هو أنا ليه بقول لكم إن هيبقى فيه أثر للطمأنينة؟ لأن لو مفيش أثر بعد الصلاة بالطمأنينة هيبقى فيه إيه؟ فهي أثر الطمأنينة علينا هي دي اللي بتثبتنا وبتهدينا للصلاة مرة تانية. لأن ممكن يكون في ناس كتير قوي تقولك أنا بصلي كتير قوي كتير وما بيحصليش طمأنينة، بس الطمأنينة أثناء المشكلة صدقوني هي دي مرحلة الوعي الحقيقية. أول ما يبقى في مشكلة ويبتدي يظهر علينا طمأنينة، هي دي مرحلة الوعي اللي المفروض كلنا نوصل لها. من مراحل الوعي البشري ان احنا نبقى عارفين قدراتنا هتوصل لحد فين. في موقف هيجي يختبر اكيد يعني في حياتنا، او انا جالي الموقف ده يختبر قدرتي كبشرية على تجاوز الامور، تجاوز الصعاب، حل المشاكل. وحرفيا انا كنت يعني صوابعي كلها مشلولة، جسمي كله مشلول، مش قادرة احل المشكلة خالص، انا ما عنديش استطاعة لحل المشكلة دي. فبالتالي انا هروح لمين؟ اكيد انا مش قادرة، فانا هروح لحد اعلى مني. فلما روحت الاشخاص نفس مستوى ودرجة الوعي مني ما تقبلوش الفكرة، ما هما مرحلة الوعي بتاعتهم بسيطة جدا. ممكن تبقى في مراحل تانية تتجاوز مراحل العقل البشري، ان انا مش قادر احل المشكلة، انا مش هقدر. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قادر يخرجني من المشكلة. فهنا بقى بنتكلم على مرحلة الطمأنينة ومرحلة الوعي بالله سبحانه وتعالى. تعالوا برضو اكلمكم على ايات الطمأنينة اللي ذكرت في القرآن. انتم متعودين مني كل فترة بقول لكم في الفيديو ايات من القرآن الكريم. الآية: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. على فكرة في نقطة هنا او بوينت انا ما قلتوش في اثر الطمأنينة، بس مش عارفة راحت عن بالي فين، هو انا افتكرتها دلوقتي فانا هقولها لكم. من اثار الطمأنينة اللي هو في الآية بتقول يا ايتها النفس المطمئنة، يعني في النفوس هتبقى مطمئنة، ارجعي الى ربك راضية مرضية. اثناء الرجوع لربنا بقى واثناء الصلاة بالذكر او بالموت حتى بيبقى في رضا، بيبقى الانسان واصل لمرحلة رضا. خلاص بقى ما انا مش عايز حاجة تانية. مرحلة الرضا دي هي هنا ممكن تبقى، ممكن يحدد شخص عن شخص، تحدد مستوى عن مستوى، ليفل عن ليفل، انا عنك انت عني وهكذا. حتى لو كان في رجوع بالموت فهيبقى في رضا للأعمال الصالحة، للطمأنينة طول الحياة، للصبر والاحتساب والأجور اللي أنا محتسباها، كل ده في مسألة الطمأنينة ثم الرضا. الآية رقم 2: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وخدوا بالكم برضو ان ذكر الله دايما بيبقى في الصلاة. احنا بنذكر ربنا في الصلاة كلها، هي بتبقى ذكر وحركات جسدية. بنقرأ قرآن طبعا ده كلام الله، وبنسبح سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، كل ده ذكر وبنذكر الله بيه. الآية برضو بتقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاسم الله المؤمن اللي مشتقية من الإيمان يبقى في أمان، يبقى المؤمن الآمن، يبقى هيبقى فيه طمأنينة. مؤمن آمن طمأنينة، الاشتقاق بتاع الأسماء كل واحد، حتى لو بصيتوا على الحروف هتلاقيها برضو واحدة. فهنا بيبقى فيه تدرج في مستوى
الكلام، تدرج في مستوى الفكر، تدرج في مستوى الوعي، بس من خلاله بنوصل للطمأنينة. على فكرة هي كان ايا كانت مستوى الوعي، ايا كان مستوى الوعي ممكن ان احنا نوصل في الاخر للطمأنينة، بس بتختلف درجاتها عن درجات اشخاص تانيين. يعني ممكن نسبة الطمأنينة عندي تبقى 20%، مع الوقت تبتدي ترتفع وتبقى 30 60 وهكذا، لحد ما نوصل لنسبة الطمأنينة اللي احنا محتاجين نكمل بيها طيلة حياتنا. وفي اخر الرجوع الى ربنا بتبقى النفوس راضية مطمئنة. ارجعي الى ربك راضية مرضية. بعد الطمأنينة هيبقى في رضا. اي شخص عاوز طمأنينة في حياته، طمأنينة في دنيته، طمأنينة في الشغل بتاعه، ما قداموش حل غير ان هو يذكر الله بالصلاة، بفعل الصلاة. زي ما قلت الصلاة حركات جسدية، وفي نفس الوقت ذكر الله بالقرآن الكريم وبالتسبيح. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بغض النظر عن المشكلة او ايا كان نوع الطمأنينة اللي انتم محتاجينها، احنا ما قدامناش غير حل واحد اللي هو التسليم لله، وبرضو نسلم على ان قدرتنا لا تفوق مستوى قدرات الله سبحانه وتعالى، وان احنا من الاول للاخر ما قدامناش حل غير كده. لحد هنا الفيديو هيبقى خلص. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.